اهلا بيكم حبايبي، عاملين ايه؟ فيديو النهارده بقى معمول مخصوص للناس الاكيله اللي بيحبوا الكوارع وفتة الكوارع، الاكل البيتي الاصيل البلدي الجميل. عاملاه لكم بطريقه حلوه قوي زي طريقه المصامت كده، بطريقه حلوه وجميله قوي، يا رب يعجبكم. اول حاجه طبعا هنعملها في الكوارع، لازم هكون نقعها كده حوالي ساعه في محلول النقع اللي هو ليمون وخل وطماطمايه وشويه جنزبيل. وبعد كده هطلعهم من الميه دي من محلول النقع، واحط عليهم شويه دقيق، وابدا افركهم كده كويس قوي عشان الدقيق هنا بيمنع معايا اي زفاره. وبعد كده هشطفها بالميه، واجيب الحله بتاعتي احط نص معلقه سمنه، وانزل بقى بالكوارع عليها كده اديها صدمه، واحضر بقى بصلتين متقطعين وطماطمايه انزلهم عليها، وورق لورا وفصين حبهان وشويه فلفل اسود، واشوحهم بقى معاها شويه كده لغايه ما الاقي الميه اللي في الكوارع نشفت معايا. بعد كده هكون مجهزه ميه سخنه وانزل بيها على الكوارع. ده لازم ميه سخنه عشان الكوارع تستوي معايا بسرعه، والتشويحه دي عشان ما يبقاش في الكوارع اي ريحه زفاره او لا اي حاجه. واحط بقى معاها نص معلقه سكر كمان عشان خاطر تستوي معايا بسرعه. وهنا مش هنزل عليها بالملح دلوقتي غير لما تستوي. هغطي بقى عليها واسيبها تستوي براحتها شويه، لان الكوارع بتاخد سوا شويه على النار، تقعد حوالي ساعتين 3 كمان على النار. نبدا بقى نجهز الحاجه بتاعه الفته بتاعتنا. هجيب بقى حله انزل بمعلقه سمنه عليها، وهنزل بشويه توم مطحونين، وهقلبهم كده لما يدون اللون الوردي كده. هروح نازله بمعلقه او معلقتين معجون صلصه، وبعد كده هنزل بقى بالطماطم المعصوره بتاعتي عليها، وبعد كده احط عليها شويه ملح وشويه فلفل اسود واسيبها تستوي مع بعضها شويه. وهنا الصلصه بتاعت الفته بحب ازودها كبشه شوربه في الاخر قبل ما بنزل بيها على الفته. وهنا بقى هنشوف الكوارع هنلاقيها استوت معانا خلاص، طبعا خدت زي ما قلت لك حوالي 3 ساعات على النار. هبدا اشوفها بقى الاقيها استوت معايا. هجهز بقى بعد كده الدقه اللي انا هحطها للعيش بتاع الفته، وهنزل بشويه منها برضو على على شوربه الكوارع عشان تديها طعم حلو. التوم بيديها طعم حلو جدا. هنزل برضو معلقه سمنه ومعلقه توم مفطحون، وبعد ما تحمر معايا هنزل بشويه خل، وبعد الخل هنزل عليها بالشوربه. وبعد كده هاخد منها بقى شويه انزل بيهم على الشوربه بتاعه الكوارع كده عشان تديها طعم حلو زي ما قلت لك. نبدا بقى نطلع الكوارع كده من الشوربه، واحطها على صينيه كده عشان هبدا ادخلها الفرن. طبعا طالعه مستويه ودايبه دوب معايا كده جميله جدا. هبدا احط عليها شويه دقه من اللي انا عاملاها وشويه صلصه برضو من اللي عملناها، وادخلها الشوايه حوالي 10 دقايق تتشمع بس كده في الشوايه. بعد كده بقى هعمل الفتة. انا مقطعة العيش هنا طبعا ومحمصاه، هنزل عليه بشوية شوربة كده بالشكل ده، وهنزل عليه بشوية دقة الباقيين اللي انا عملتها اللي هي بالثوم والخل، لان هنا الدقة دي هي الاساس معانا في فتة الكوارع. وطريقة عمل الكوارع هي اللي بتديني طعم حلو قوي مع الكوارع. هنزل بقى بمعلقة صلصة كده كمان على العيش. وبعد كده طبعا اكون عاملة رز ابيض. الرز الابيض كوباية رز مع كوباية مية وشوية ملح ومعلقة سمنة بلدي، ويستوي على النار، واحط على وش الفتة بالشكل ده. كده بقى جهزنا صينية الفتة مع بعض. ابدأ بقى اخرج الكوارع كده، خرجتها من الشواية زي ما انت شايفة اتشمعت معايا شوية كده. هرصها بقى على وش الصينية. وهنا برضو ببقى سايبة جزء من الكوارع سايباه في الشوربة بتاعته بالشكل ده كده، للي يحب ياكلها في الشوربة واللي بيحب ياكلها متشوحة شوية. وطبعا زي ما انت شايفة الشوربة بتاعت الكوارع دسمة وجميلة ازاي، وطبعا ريحتها مفحفحة تجنن تجنن بصراحة. والطريقة دي بجد لو جربتوها مش هتبطلوا تعملوا الكوارع والفتة بالطريقة دي. ويا رب بقى الطريقة تعجبكم. ابعتولي بقى في الكومنتات وقولوا رأيكم فيها ايه، وتاكلوها يا حبايبي بقى بالهنا والشفا. واشوفكم في فيديو جديد مع اكل هناي.